ما كاينش فينا اللي ما سولش هذا السؤال. علاش انا كندير اللي درت وما كنتبدلش؟ علاش كنقرا كتب ديال التنميه البشريه والتنميه الذاتيه والموتيفاسيون وما كنتبدلش؟ علاش كنتفرج في فيديوهات تحفيزيه كنت موتيفا في ديك اللحظه وما كنتبدلش؟ اولا كاع نقدر نتبدل نهار ولا يومين 3 ايام 4 ايام سيمانه ماكسيموم وكنرجع لحالتي الطبيعيه. ستيفن كوفي هو السيد اللي خرج لنا نظرية المزرعة واللي ذكرها في الكتاب ديالو العادات السبع للناس الأكثر فعالية. بيان سور كنصحكم تقراو هذا الكتاب حيت مفيد بزاف وفيه معلومات كثيرة. كيقول لنا باللي السبب ديال أغلب المحاولات ديالنا اللي كتبوء بالفشل السبب ديالها أننا كيصحاب لنا باللي التغيير كيجي بين ليلة ونهار، ولكن هو العكس، التغيير كيجي بعد مدة. التغيير داير تماما بحال واحد المزرعة، يعني بحال عندك شي فيرما. وباش نفهمو مزيان غنعطيكم واحد المثال. تخيلوا معايا فلاح عنده ارض زراعيه كيفلح وكيلوح فيها الزريعه ومن بعد مشى فحالو. واش غيلقى الارض ديالو عطاتو الغله؟ اكيد لا. هادشي اللي كنديرو حنا مع التغيير. اش كنديرو؟ مثلا باغا نتعلم واحد اللغه جديده، شنو كندير؟ اول حاجه كنمشي نشري كتوبه، ثاني حاجه كنتفرج في فيديوهات، ثالث حاجه نقدر ناخذ فورماسيون ولا ندخل للسونتر باش نتعلم، وكنبقى موتيفي راسي وكنقول بلي اللغه مهمه وخاصني ضروري نتعلم. ولكن شنو كندير؟ مثلا داخل السونتر كنمشي نقرا غير ديك الساعه اللي عندي فيها ديك اللغه، يعني ما درتش واحد الخطه اللي نتبعها باش انني نكتسب اللغه، ما درتش واحد لاجوندا في جيبي كل نهار نكتب فيها الكلمات جداد، ما كنراجعش داكشي اللي كتبت، ما تعرفت على الناس مثلا اللي اصحاب اللغه اللي نقدر نكومونيكي معاهم ولساني يتطلق، ما درت والو من هذا الشيء. اش كنقول لدماغي؟ شوف دماغي، انا باغا نكتسب هاد اللغه الجديده، باغا نحيد هذيك العاده السلبيه مني، باغا نكتسب مهاره جديده، ولكن دبر لمخك. واش في نظرك الا خليتي مخك يتحكم غادي دير شي حاجه؟ اكيد لا، لان الدماغ عندنا معكاز مولف منطقه الراحه وما كيبغيش التغيير، كيبغي يبقى ديما في هذيك الكومفورت زون ديالو. اذا الفيديوهات التحفيزيه، كتب التنميه البشريه، حتى هذا الفيديو هذا اللي كتفرج فيه دابا داير بحال الدواء ديال الراس، مسكن فقط، كيعطي واحد المفعول ديالو غير في ديك اللحظه، ولكن واش كيعالجك؟ لا. شنو خاصك دير؟ خاصك الوقت اولا، خاصك تقبل انك باش تغير خاصك الوقت، خاصك الاستمراريه، وخاصك المراجعه والمداومه. خاصني ضروري نراقب نعرف راسي واش افونسيت ولا ناكسيليري شويه ولا بركه ولا نزيد نبطئ شويه. هذه هي الحياه، وما مسابقين بعدا مع حد. هذه حياتك، خذ راحتك، انت الرابح او الخاسر في هذه المعركه اللي بينك وبين راسك. لان التغيير خاصو يكون جذري وخاصو بزاف ديال الوقت وتخدم على هذاك التغيير. وهنا نقاسم المشترك ما بين التغيير ونظريه المزرعه، حيت المزرعه حتى هي خاصها تخدم، خاصك تزرع، خاصك تقابلها وشحال ديال الخطوات باش توصل لديك النتيجه. وهذا الشيء ما كيجيش بين ليله ونهار، يعني كياخذ وقت. شكرا ومرحبا بكم. ما تنسوش ديروا لي سبسكرايب ولايك، ومرحبا بكم وتهلاو لي في راسكم.